رجل أقسم بالله ألا يتزوج حتى يكتب ويحصي جميع مكائد النساء، فقام بكتابة جميع مكائد النساء، وبعد أن انتهى منها رجع إلى أهله. وقبل أن يصل لهم مر بقرية يعرف شيخها، فقال في نفسه: أسلم على شيخها وأمضي إلى أهلي. وبالفعل مر بالقرية وسلم على شيخها، فرحب به وبات ليلته تلك عنده. فقام شيخ القرية بضيافته ونادى زوجته وقال لها: أكرميه وأطعميه. فأدخلته إلى غرفة وقدمت له الطعام، ولما رأت ما عنده من الكتب والمجلدات سألته: ما هذا؟ فرد بكل غرور: هذه كتب جمعت فيها كل مكائد النساء. فقامت تتمشى أمامه، وكانت من أجمل نساء تلك القرية، فجلست بالقرب منه وقالت له: إن زوجي شيخ كبير وأود بصحبتك. فارتجف الرجل، ثم قالت له: تعال. فقام الرجل وهم بها، فضمته حتى كادت أن تكسر عظامه، ثم قالت له: ما رأيك يا خائن يا غدار؟ أصيح على من بالخارج فيدخل ويقطعك يا فاسق؟ والرجل يقول: يا أميرة العرب، والله ما كان هذا في بالي. فقالت له: اصمت يا غدار. ثم صاحت المرأة ورفست الرجل فسقط على الطعام. فدخل القوم وشيخ القرية وقالوا لها: ماذا جرى؟ فقالت المرأة: لقد قدمت له الطعام فأكل وتوقف في حلقه، فخشيت عليه من أن يختنق، فركلته على ظهره فسقط على الطعام. فلما أصبح الصباح دخلت عليه المرأة وقالت له: اسمع يا هذا، والله لو عشت مثل عمر آدم وملكت مثل قارون مالا ما كتبت ربع مكائد النساء. ثم قام الرجل فمزق كل الكتب التي كتبها، وعاد إلى أهله وهو يردد: لن أتزوج.